منتخب مصر يتعادل مع نيجيريا في المباراة الودية الأخيرة لأمم أفريقيا، ودموع إمام عاشور. صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتابعني يا أبو الصحاب لو مش متابعني، وقول لي إيه رأيك في كومنت في أداء منتخب مصر قبل أفريقيا. دي البروفة الأخيرة، كلنا عارفين بروفة أخيرة. قلنا بقى هنشوفوا بقى منتخب مصر، الحماس بتاع لازم يدينا بقى طبع جامد جدا. في ناس طبعا وصلوا تحليلي قال لك احنا مصر مبشرانا ببشرى خير لا فككم من الهري ده كله. انا النهارده كنت بتفرج على ايه؟ رجع لي الايام كوبر، رجعني الايام بقى كده، ايه الدفاع وبتاع ونوصل بهجمه ونلعب على هجمه مرتده. وكروش كان بيلعب برضه بنفس الفكر ده. لا يا جماعه، احنا في 2025 وداخلين على 26. العقليه المفروض ترتفع اكتر من كده. مش هي دي الكوره اللي بنقدمها. يا كابتن حسام حسن، يا كابتن حسام بالله عليك ركز معانا. بالله عليك يا كابتن ركز معانا. اللي احنا بنشوفوه ده مش عايزين يحصل في افريقيا. احنا النهارده انا ما شفتش ولا روح ولا اداء ولا اي حاجه. انا شايف ماتش عادي جدا، ماتش ساذج جدا. اللعيبه مش قادره تجري وبيلعبوا كده عادي من غير اي اهتمام. حتى نيجيريا بيلعب بالبودره برضه مش عايز يتصاب وبيلعب واحده واحده. هو في ايه؟ هو في ايه بجد؟ انا قلت ماتش بروفا اخيره ده احنا هنشوف بقى حاجه تانية. خصوصا كمان ان محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه كان قاعد ورامي ربيعه، وشفنا ناس كتيره جدا ما شاركتش النهارده. قلت اللي هيشاركوا طبعا البودلة بقى، واللي موجودين اللي هيشيلوا مصر طبعا في الاحتياطي، هينزلوا ياكلوا الدنيا، يثبتوا وجودهم ان هم احسن اصلا من اللي بره. لا ما شفناش كده خالص. محمد الشناوي، ايه يا شناوي؟ ايه يا شناوي؟ ايه يا حارس مصر الاول؟ ايه الجون اللي جه ده؟ يعني احنا دلوقتي في ماتش مصيري بقى وخلاص، واحنا محافظين على الجون وخلاص دور بقى قبل نهائي ولا حاجه، يخش فينا جون زي ده؟ إيه يا محمد الشناوي؟ مش كده، مش كده خالص. انا عمال اقول ايه ده مصطفى شوبير، وقعدت اقول لحد ما نشوف. الحمد لله شفت مصطفى شوبير نزل الشوط الثاني. الشناوي الحاجات الصغيره دي ما ينفعش تعديك. انت ازاي رايح للكوره كده اصلا؟ ازاي؟ حاجه تانية، مصطفى محمد مش ماشيه معاك ومش عارف ايه، وربنا كرمك النهارده بجون، بس لا لازم تفوق شويه. النهارده امام عاشور اهو شفته راجع من اصابه وعمل. امام عاشور النهارده لا باين قوي. وخطه يعني خطه حسام حسن لو عايز يدافع ويلعب هجمه مرتده، هي دنيته كلها في امام عاشور. امام عاشور اللاعب الوحيد اللي بيعرف ياخد التنقلات من الدفاع للهجوم وينقلك بسرعه جدا قدام. احنا شفنا النهارده زيزو عمل 2 اسيست. النهارده بالنسبه لي زيزو نجم الماتش. بالنسبه لي النهارده زيزو هو نجم الماتش. عمل 2 اسيست النهارده وعمل ماتش الصراحه جميل جدا. محمد هاني بدأ يتطور جدا مع منتخب مصر الصراحه تتقال. محمد هاني بيلعب جيم كويس جدا وبدأ يركز جدا مع منتخب مصر، بس يركز في الحته الدفاعيه عشان الحته الدفاعيه دي ساعات الدنيا بتبوظ معاه، بيعمل حاجات غريبه جدا احنا بنشوفها. نتمنى لمصر ما تلعبش بالمستوى ده تاني في افريقيا. نتمنى اللعيبه بقى تركز ونشوفوا بقى ايه جو تاني جدا. انما امام عاشور كل السوشيال ميديا ده بيدمع، ده مش عارف ايه، ده مأفور ايه عادي جدا. لاعب بيسمع النشيد الوطني، الحماسه واخداه وعايز يعمل حاجه لمصر، فطبيعي جدا ممكن يدمع عادي. في يا جماعه بتخشوا في النوايا كمان بتاعت اللعب؟ في ايه؟ مش كده. نتمنى ان مصر تقدم لنا حاجه جامده في افريقيا، وانا مستبشر خير باذن الله نعمل حاجه. ويا ريت نرجع بالتامنه بقى، يا ريت، مع ان المغرب مش هتحل اصلا، رايحين نلعب على ارضها وربنا يستر.